ده بسكوت شاي صحي بدون بيض وبدون حليب، طعمه حلو جدا وكمان ينفع للدايت ب3 مكونات بس. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنحتاج اول حاجة كوباية من السوداني، هنضيفه في كبة ونبدأ ان احنا نطحنه بالشكل ده. هيتحول معانا بالشكل ده، اول ما ينزل الزيوت بتاعته هيبدأ معانا ان هو يكتل. هنضربه تاني ونفكه بالمعلقة كده بالطريقة دي ونضرب تاني، كل ما يكتل نفكه بالمعلقة ونضرب تاني لحد ما يتحول معانا زبدة فول سوداني. اهم حاجه تكون الكبه قويه معانا، ممكن كمان نزود معلقتين زيت جوز هند عشان تسهل معانا عمليه الضرب. بعد كده هضيف زبده فول السوداني اللي انا عملتها في طبق، شايفين كريميه ازاي؟ بجد تحفه. بعد كده هنضيف عليها كوبايه الا ربع من دقيق الشوفان و4 معالق كبيره من عسل النحل، وممكن نستبدله بدبس التمر او السكر الدايت. وهنقلب المكونات دي كويس جدا كده بالشكل ده لحد ما تتحول معانا عجينه طريه ما بتلزقش، وكمان هنعمل اختبار ان هي ما بتشققش. بعد كده كورتها وبططتها كده شويه بايدي وبدات ان انا انقشها. ممكن تعملوا الشكل اللي انتوا عايزينه، بس انا فضلت الطريقه دي، شكلها حلوه جدا وكمان مش بتبين التشقق البسيط. هنعمل كل الكميه بالطريقه دي. الكميه دي عملت معايا 12 قطعه، ضفتهم في صينيه، مش محتاج ان احنا ندهن الصينيه. وبعد كده هندخلهم الفرن لمده من 20 ل 25 دقيقه على درجه 180 مئويه، او لحد ما يكون واخد لون ذهبي كده من تحت ومن فوق. ده كده شكله بعد ما خرج من الفرن، بجد ريحته تحفة، وكمان مقرمش من بره وطري من جوه، حلو جدا كسناك بين الوجبات. وفعلا هتعملوه على طول من جماله. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد بيدوب. وكمان القطعة الواحدة فيها 102 سعر حراري، وكمان اللي عندهم حساسية قلبان، وحلو جدا حرفيا للأطفال ومغذي جدا. بس كده كده تكون الوصفة خلصت، ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.